شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي أعلن إن الأهلي لن يتقبل قرار الانسحاب ولن يتقبل خصم النقاط. يعني النادي الأهلي مش هيقبل إن هو يعتبر منسحبا ولا هيقبل إن يتخصم له نقط، وإن النادي الأهلي ثابت على موقفه إن في حالة عدم تأجيل المباراة لموعد آخر إنه مش هيستكمل مسابقة الدوري العام. طيب، هل اتحاد الكرة الحالي والرابطة الحالية قد مشكلة مع الأهلي أو مشكلة مع الزمالك؟ لا. طب هل الأهلي لو صعد شكوى للفيفا، يعني مصر في كرة القدم مش معروفة بحاجة غير بالأهلي، هو ده الممثل الأوحد لمصر وللكرة الأفريقية في كل المحافل العالمية. فالفيفا لما يجي لها شكوى بالشكل ده من الاهلي، هل اتحاد الكوره هيقدر يصمد قدام الشكوى دي؟ ما اعتقدش. فبالتالي ودي من الكنترول واتحاسب عليها، يعني دي من الكنترول واتحاسب عليها، زي ما البيان او زي ما استاذ سعد شلبي طلع وصرح ان النهارده ان الاهلي مش هيستكمل مسابقه او بطوله الدوري العام في حاله تم احتساب المباراة كانسحاب، وزي ما الاهلي قال في البيان ان في حالة عدم تأجيل المباراة وعدم وجود حكام اجانب ان هو مش هيستكمل بطولة الدوري العام، فهو ده اللي هيحصل. وهنا يا